عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وانا عارفه ان انتم مفتقدين فيديوهات سوق الخميس، وجايلكم بجوله حلوه جدا يا رب تعجبكم ان شاء الله. وبنبدا جولتنا هنا من ميدان المطريه قدام عيادات الانوار المحمديه التخصصيه اللي في ميدان المطريه يا جماعه. تمام. وعند مسجد الميدان هوريكم برضو شكل مسجد الميدان. ايوه، عند كشر العدوي كده. انت هنا لو وصلتي من اقرب محطه مترو اللي هي الحلميه، اركبي اي توك توك قولي له وديني ميدان المطريه، انزلي الميدان وشوفي بقى السوق من اوله لاخره زي ما انت عايزه. السوق بادئ من عند الميدان ولافف حوالين مستشفى المطريه لحد ما تخلصي لحد المساكن كمان. تمام. واول فرشه معانا هنا حلوين فرشه ابو حمدي. دي بتبقى فرشه كلها عباره عن ادوات مطبخ زي ما انتم شايفين، ورفايع وحاجات حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم. ساعات بيبقى فيها قطع كده لطيفه واسعارها حلوه، وكمان بيبقى عنده فرشتين باسعار موحده، فرشه ب10 جنيه وفرشه ب15 جنيه. لكن الفرشه اللي احنا واقفين عليها دي كل حاجه بسعرها. سألتلكوا على بعض اسعار الحاجات، يعني مثلا دي ب75 جنيه، دي صفايه البطاطس بس ما شاء الله محمله جدا، والاستانلس بتاعها حلو قوي، يعني مش اللي كانت زمان بتتخلع ومش عارف، لا ايدها خشب ومحمله وجميله، عجبتني الصراحه. وده ده المقاس الوسط، في اكبر من كده وفي اصغر من كده. تمام. عنده مثلا المضارب اللي هي المضرب السلك ب25. عنده مثلا دي ب20 جنيه، فيها 5 فوط. تمام. عنده رفايع كتير جدا، كان عنده ستاندات جولد اللي هي بتاعه المجات المره اللي فاتت كان بيبيعوا ب35 بس مش موجود المره دي. تمام. طبق الفاكهه اللي انتوا شايفينه اللي فيه حرف ذهبي ده ب90 جنيه. في التانج برضو بس والله مش فاكره قال لي بكام، ودورت في التسجيل لقيت صوته مش طالع. ده قال عليه ب25 وبصراحه عجبني سعره جدا. تمام. اللي هو فيه فتحة البيبسي بتاعت زمان دي. وبرضو عنده حاجات حلوة جدا، قطع مثلا عارفين البلندر الصغير اللي هو بتحطي فيه الفاكهة يعملها عصير، اللي هو الصغنطوطة خالص ده. كان في اول الفيديو كده، ده ب150. ده بقى رول 10 متر ب270 جنيه، عامل زي البلاستيك وفيه بابلز كده تقريبا. ده بيتفرش على الرخام، او انا بصراحة لو انتوا عارفين ده استخدامه ايه قولولي علشان انا مش عارفة. وبعدين كبير قوي على انه يكون 10 متر بس، فمش عارفة الصراحة ايه ممكن تكون استخداماته غير انه يتفرش على الرخام، وليه اصلا يتحط على الرخام، وهل لو اتحط هيلزق؟ انتوا ادرى مني في الحاجات دي عشان انا فعلا مش عارفه. اللي يعرف في الكومنتات يقول لي دي فرشه اللي ب10 ودي الفرشه اللي ب15 احلى كتير من اللي ب10 وعليها رفايع كتير وحاجات كتير هتنفعكم. يعني مثلا الهراسه دي حلوه جدا وفي منها كل الالوان. تمام. السلاح بتاعها ستانلس، او القطعه المعدنيه اللي فيها دي ستانلس، والايد بلاستيك. وفي كمان الجوانتي اللي هو بديل للسلك ده، عارفينه اللي طالعين بيه اليومين دول، بيقولك اغسلي بيه بدل السلك، معرفش ممكن ينضف ولا لا، بس هو موجود عنده ب15 جنيه. وفي طبعا الحاجات اللي بتعلق ورا الباب دي، تحطي فيها حاجات، هوريها لكم عشان انا مش بعرف اوصف قوي. عجبني انها الوان كتير الصراحه، يعني بصوا يعني في رفايع كتير كده. فانتوا لما تنزلوا السوق ابقوا بص على فرشة ابو حمدي عشان هتعجبكم، وبيبقى عليها رفايع كتير وحاجات حلوة كتير، وساعات بيبقى معاها حاجات كده بواقي من ايكيا حلوة قوي. الفرشة اللي قدامه على طول فرشة بالة، عاملة كده زي فروشات سوق الحد. كان بيبيع عنده طاولات، كل طاولة بسعر 35 و50 و75. تمام. اللي انا واقفه عليها دي ب50 جنيه، كان عليها قطع حلوه جدا الصراحه، سواء للبيت او لبس اطفال. بصوا حاجات كده تنفع تعملوها زي بيجامه او حاجه. بس ما وقفتش على الفرش بتاعه كتير علشان خاطر كان في ناس كتير واقفه، ولما لقوني بصور حسيتهم كده خافوا يطلعوا في التصوير، فحبيت ان انا اسيبهم براحتهم. برضو لبس طاولات دي في ب100 وفي ب85. طاولات عليها لبس اطفال، في طاولة كاملة ب85 وطاولة كاملة ب100، غير بقى اللي هو معلقه فوق باسعار تانية. تعالوا بقى نشوف الاسعار عند مروة، ما كانتش موجودة المرة دي بس صاحبتها كانت موجودة وقالت لنا على الاسعار. هسيبكم مع المقطع بتاعها عشان تبقوا سمعتوا الاسعار بنفسكم، لاني ما بحفظش الاسعار دي كلها، وهدوخكم معايا لو جيت اقولها انا. بكام ده؟ 25. ده مفهوش ديفوهات ولا حاجه. ده كمان 25 مش كده؟ حلو قوي يا جماعه. هجيلك حال. قولي لي الاول دول بكام؟ 20.
دي بكام؟ السكرية بكام؟ 45 جنيه. ما انا عارفه بس واحد اتنين ب 120. دول ديفون. بكام دول؟ دول كوبايات دول ولا ايه؟ ب20. مفهومش ديفوهات ولا حاجة، بس مش مج، كوباية. بكام ده؟ 35. انا جايه لك اهو. انا اقول لك على سعر ال 25. بكام ده؟ والعويد ب 30. ده 75. 75 الاشكال. ده 30 بتاعت رمضان دي بكام؟ بصوا يا جماعه بولات الشوربه الجميله دي. طبق ده بكام؟ طبق الصيني اللي 25. بكام ده؟ ده 45. 45 جنيه. 85. ده ب85. الطاجن ده بكام؟ ده 250. 250. وده؟ 130. ده 130. وده 250. 250. 85. دي ب85. 75. ده 75 جنيه. 65. 65. 65. غلطات. ده شغل فرز اول. ده ب 40. ده ب40 يا جماعه. ودي بكام؟ نعم. دي ده اللهم صل على النبي 35 وايضا 35 جنيه. فتحي محمود. بصوا الغلطه اللي فيها، مش عارفه شايفينها ولا لا. في حاجات فرز اول وحاجات فرز تاني يا جماعه. برضو ده ب25. كام؟ بصوا في لبانات هنا. بكام اللبانه دي؟ 35. في حاجات زي كده ب10 اهو. وبكده يا حلوين اكون سبت لكم المقطع بتاع فرشه مروه بالحاجات القمر اللي عندها والاسعار الحلوه اللي عندها. وتعالوا بينا نكمل جولتنا في سوق الخميس عشان عندنا فروشات كتير جدا هنشوفها النهارده. وعايزه اقول لكم ان في فروشات بيبقى اسعارها مبالغ فيها جدا رغم ان حاجاتها مستعمله، وكمان ساعات بيبقى فيها ديفوهات زي كده. مثلا ده بيقول عليه ب35، فازاي معرفش. عايزه اقول لكم السيسيرات الصغيره قال لي عليها ب15 جنيه، فبرضو اسعار يعني. بس يمكن هو قاصد ان هو عارف ان في فصال. دي قال عليها ب25. تمام. عايزه اقول لكم ان الحاجات اللي بتبقى كسر دي في سوق الحد بتبقى ب5 جنيه وب10 جنيه. المجات اللي هي من غير ودن دي ب5 وب10، اقصى حاجه يعني 10 جنيه كمان. فهنا الفرش شبه فروشات سوق الحد، بس السعر لا، السعر مش زي فروشات سوق الحد. يمكن عشان ده الفرش الوحيد اللي بيبيع الحاجات دي، فيمكن بقى هو ما فيش غيره. انا ما قابلتش غيره في سوق الخميس في المطريه بيبيع الحاجات المستعمله اللي زي اللي موجوده في سوق الحد. تمام. عنده برضو زي ما انتم شايفين طاسات حلل مش عارف ايه، بس الصراحه حالتهم تعبانه جدا. الاطباق الاستانلس ديت عايزه اقول لكم ان في فرشه بتبيعها جديده خالص. اي طبق ب10 جنيه موجوده عند البوابات او بوابات العيادات الخارجيه اللي عند مستشفى المطريه. عند باب العيادات الخارجيه عند مستشفى المطريه في فرشه بتبيع اي طبق ب10 جنيه. تمام. انتوا برضو اللي عجبه حاجه يسال ويفاصل يعني براحتكم. انا في الشارع هو بتاع السوق اللي اخره السجل المدني. قابلني فرشة الطرح دي. اي طرحة عندها ب35. عندها طرح نوعين، عندها النوع ده، دي خامة محملة شوية تقيلة. الناس اللي ما بتحبش حاجة تكتم على دماغها او حاجة تقيلة مش هترتاح لها قوي. يعني حد مثلا عنده ضغط مش هيعرف يلبسها.
او الناس اللي ما بتحبش الحاجات التقيله بوجه عام. لكن الناس اللي عادي تلبس حاجه تقيله ما فيش مشكله. يعني الناس بتلبس شيلان تقيله وحاجات شتوي على دماغها عادي. الناس اللي لا متعوده على حاجه خفيفه، يعني انا ما بلبسش طرح شتوي ابدا، هي الطرح الصيفي هي اللي بلبسها. ما بحبش اي حاجه تقيله، بحس ان ودني اتقفلت، ان انا كده اتعزلت عن العالم واصدع على طول. فلو حد زيي مش هيعرف يلبسها قوي. فجربوا ان انتوا تحطوها على دماغكم الاول، لان هي شكليا حلوه جدا، طولها تحفه، عرضها جميل، سعرها احلى، يعني ب35 جنيه بس. ولكن زي ما بقول لكم حطوها الاول، جربوها على دماغكم. استحملتيها خلاص خديها، ما استحملتيهاش خدي الاخف. عندهم الاخف وبنفس السعر. كمان عندهم دي برضو ب35، في منها لونين، الاوف وايت اللي هي فيها شريطين ستان دي، والاسود. الاوف وايت حلوه ما فيهاش مشكله، الاسود بقى الشرايط اللي ماشيه فيها دي مكشكشاها، يعني مش ماشيه ستريت كده، لا واخده كيرفات كده في الطرحه نفسها. تمام اهو، حاولت اوريها لكم شويه. برضو اللي هيلبسها هايشه وكده ومش عايز الطرحه تبقى مظبوطه قوي، بيلبسها كده بشكل عشوائي كده، زي مثلا عادي. لو عايزها مظبوطه كده مش هتتظبط معاكم ابدا من قدام، طرفها مكشكش. بعد كده الفرشه دي جنب الطرح على طول عندها الحافظات القطيفه، بس البواقي. يعني ايه بواقي؟ يعني مش حافظه كامله، يعني مثلا نصها متشال فمعموله مشايه طويله، ناحيه فيها شرشيب وناحيه لا، وهكذا. بس مقاسها كبير، قطع مربعه قطع مستطيله. اللي قدامكم دول كلهم ب200 جنيه، اللي في الجنب دول مشايات، معمولين مشايات من حافظات برضو ب150. يعني حافظه فيها ديفو فهم هيئوها وظبطوها على تبقى مشايه ب150. وهنا مربعه شويه او اطول شويه معموله ب200. طب الحافظه السليمه خالص 2 في 3 اللي ما فيهاش كلام وما فيهاش حاجه ب550 جنيه. القطيفه خلي بالكم، القطيفه مش الخفيفه اللي هي ظهرها دوت وهي خفيفه، لا اللي ليها وبره قطيفه شويه. تمام. بعد كده ده برضو فرش شبه فرشات سوق الحد شويه، لانه بيبيع اي حاجه ب10 جنيه قدام محل كده تصفيه، قديم على جديد. يعني في حاجات جديده الصراحه وفي حاجات تحسوها مستعمله. فمثلا جيبه جينز زي دي ب10 جنيه بصراحه حلوه جدا للناس اللي هي مثلا تلبسها على بوت، لان هي تحت الركبه بشويه. يعني بصوا مش قصيره خالص ولا طويله اللي هي جيبه كامله، لا اللي هي تحت الركبه بحبه دي. برضو بنطلونات جينز، لبس اطفال، لبس رجالي، اي حاجه على الفرش كامل ب10 جنيه. تمام. هتقولوا لي انت فين؟ انا في الشارع اللي لما تمشي للاخر تلاقي في وشك السجل المدني. دايما بقول لكم على الطريق عشان ما تتوهوش مني. والسوق دلوقتي ما بقاش يتوه خالص. كان الاول زمان للناس اللي كانت بتروح كان عامل زي فرعين الدلتا كده، يا اما تمشي الفرع يمين يا اما الشمال، يا دمياط يا رشيد. دلوقتي ستريت، يعني تخشي من جنب الموقف لحد ما توصلي السجل، هو شارع واحد، السوق شارع واحد، ما بقاش فيه لخبطه زي زمان. تمام تمام. يلا يا حلوين حطوا لايك اللي وصل معايا لحد هنا، وقولوا لي الجوله عجباكم ولا لا. وقالب الانجليش كيك ده ب50 جنيه. تمام. هو خفيف شويه بس سعره حلو اعتقد يعني. وفرشات الادوات دي يا جماعه عايزه اقول لكم فيها فصل رهيب جدا، وبيبقى اسعارها حلوه. لان فعلا بشوف مثلا عرايس او مامه عروسه ومعاها العروسه، يعني بينقوا منها وبيفصلوا لما بيلاقوا عروسه بتاخد منهم حاجات كويسه وكتير، بينزلوا في السعر جامد على فكرة. وكذا فرشة مش فرشة واحدة بعينها. الشال ب100 وشفته في السوق ب85، فده مش افضل سعر ليه. والستاند بتاع السويت شيرت الفرو دول ب250 جنيه. وهسيبكم هنا بقى مع المقطع ده وارجع لكم تاني. 175 ده 6 12 قطعة، حلو قوي. الرول من ده بكام؟ 15 متر ب200 جنيه. كل الاشكال منها موجوده. بقول لك بالله بس تعالي. الفرو بكام الطقم؟ 135 تيجي خد 135. طب تعالي 125 المربع وزيه المستطيل طبعا. ما عندكش مستطيل؟ بكام الرول على بعض؟ الرانر يعني. خد اقول لك بكام؟ 125. واحد ولا اسعار؟ هات يا عم ده دول كده 420. ده بكام بقى؟ 125. 125. بصوا يا جماعه عنده تشكيل حلو قوي من المفارش. ده بكام برضو؟ 150. ده ب150. ده مستطيل اخره 200. 15 متر اخره 200. وبكام ده؟
ده طقم تسريحه تركي 275. طقم تسريحة يا جماعة ب 275. تسريحه و2 كومودين. تسريحة و2 كومودين. برضو عنده تشكيل حلو قوي من الديكورات يا جماعة موجود هنا. طقم الشمعدان بكام؟ 350. الطقم ده ب 350 اللي هما 3 مقاسات مع بعض. والطفاية 150. الطفاية الواحدة ب 150. ودي برضو 150 برضو يا جماعة، سواء دي او دي نفس السعر. بكام الطقم الحلو ده؟ ب 200 جنيه فازة وطبق. وعلبة المناديل الكريستال دي ب 230 جنيه. تمام. كام دول؟ بكام دي؟ بصوا دي يا جماعة 150 جنيه يا جماعة. ماشي. برضو عنده تشكيلة من الساعات اهي موجودة. فازات عندك ب 100. كل اللي عندك ب 100. اللي ورا ب 175 وب 200. بكام الاباجوره دي لو اتنين مع بعض ايه؟ 2 مع بعض ب 500 اباجورتين يعني. الله على النبي يكسب. عليه افضل الصلاة والسلام. والبوت دي بكام؟ دي ب 350. 350 يا جماعة، حلوة قوي الصراحة. والتابلو بكام بعد اذنك؟ ده 125. دول 3 قطع مع بعض ب 125. الله على النبي يا باشا. والكتكوت ده بكام؟ الكتكوت ده بكام؟ كده ب 110. ب 110. قدام نيو صبايا. الله على النبي يكسب يا باشا. انا عايزه اقول لكم ان دي من احلى الفروشات اللي صورت عليها الشوزات والسليبرات الصيفي والشتوي. الكوتشي اللي في ايدي ده ب 100 جنيه، واي حاجه هنا قدامي كده بوريها لكم دلوقتي ب 100. طيب البوتات بكام؟ ب 200. الفرشه معموله جزئين، الجزء اللي قدامي كله ب 100 تمام، والجزء اللي ورا كله ب 200. بس الصراحه حلوه جدا، يعني اقل سعر للصيفي. وكمان الكوتشيات بصوا الصندل التحفه ده تحفه، وخامتهم مش عايزه اقول لكم والله العظيم جميله جدا. فبجد دي من احلى الفرشات اللي عليها الحاجات الحلوه الصيفي دي، واحلى سعر ليها انها تبقى ب 100 جنيه. بصوا السليبر ده كمان تحفه برضو، اوف وايت وقمر كده في نفسه. تمام. تعالوا اوريكم اللي ب 200 وهتقولوا لي الفرشه دي فين. ده جنب الراجل اللي لسه مصورين عنده دلوقتي حالا بتاع الديكورات، وفي وش محل نيو صبايا اللي صورت لكم فيه كتير جدا بتاع المفروشات. وقدامنا كده بالظبط حوالي 30 متر ونوصل عند السجل المدني. انا كده وصفت لكم المكان اللي انا واقفه فيه بالظبط يعني. ماشي. عارفين السوق بتاع الخرفان بتاعه العيد في وشهم برضو، لان هم بيفرشوا عند نيو صبايا على طول. ماشي. فالفرشه اللي ب100 تحفه، والبوتات برضو حلوه جدا انها تبقى ب 200. وده التروسيكل بتاع الحافظات ايه الدفايات اللي دايما بصوره لكم. عنده سعرين 130 و180. 180 اللي في ايدي دي لانها تعتبر نص بطانيه زي ما انتم شايفين تقيله، والخفيفه ب130. بس دول اعتقد ان هم بينفعوا سراير الاطفال اكتر، او السراير الفرداني، او السرير اللي هو يعني مينفعش 180 و160 تبقى مش هتنزل من على الطرف، هتبقى هي كده بس ويبقى تحتها ملايه او حاجه. فاهمين قصدي؟ بس انتوا قيسوا بقى وخلوا بالكم من الحته دي فرشه الشنط بتاعت ايهاب اللي موجوده جنب محل نيو صبايا على طول. برضو انا في نفس المنطقه يا جماعه، ما اتحركتش من مكاني. اي شنطه هنا كانت ب75، الشنط اللي موجوده قدامكم دي ب75. هو معاه كذا سعر بس معموله فئات متقسمه. تمام. التصفيه بتاعتهم كلها ب50. دول اللي ب75. هوريكم التصفيه اللي ب50، وهوريكم شنط تانية. انا عايزه اقول لكم اللي هما شنط الظهر في منهم ب150 ومنهم ب250 او ب200. هوريكم دلوقتي. المهم ان دول الاول ب50. ماشي. اي شنطه في التصفيه، وساعات بيبقى معاه شويه شنط تصفيه تحفه وب50 جنيه. يعني عايزه اقول لكم والله العظيم خاماتهم ما شاء الله جميله جدا. فاللي عايز شنط امشوا قدام شويه عند محل نيو صبايا، يعني قبل ما توصلي للسجل كده بحوالي 30 متر، وشوفي فرشة الشنط دي
ماشي. لو عايزين رقم وقولوا لي ابقى اجيبه لكم احطه لكم عشان تعرفوا توصلوا له. الشنطه دي ب150 ودي كمان ب150. اللي على جنب شويه هوريهم لكم دلوقتي، دي حلوه قوي عجبتني الصراحه، وبرده ب150. هي لونها كحلي او على جينز كده شويه. ماشي. بعد كده بقى الفيرنيه اللي هم على ايدي الشمال دول، هم دول اللي ب200، الصف اللي ورا بعضه دول بصراحه حلوين جدا برضو اهو. دي ب200 ماشي، ودي تمام كده. وبكده يا حلوين نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. ما تنسوش يا امارات تحطوا لايك للفيديو. الناس اللي بتشوفني لاول مره ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناه، فعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في جوله جديده. مع السلامه.